السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين الإخوة الأصدقاء؟ كل شيء بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا في سعادة وهناء إن شاء الله يا رب، وكل المسلمين يا رب. أول حاجة كنتأسف على التأخير اللي ديما كنتأخر على ظروف معينة. الله يحسن العوال الجميع. أول حاجة نصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كيف مشوا الإخوان شقة همزة؟ الثمن ديالها 17 مليون. الموقع ديالها كاينه في النواحي ديال الدار البيضاء، يعني ما خارجش على الدار البيضاء بزاف، تقريبا غير ربع ساعة، وخارجة على السبيت ب5 دقائق. هذا المشروع أكبر مشروع ديال الاستفادة كاين في المغرب، مشروع ديال المستفيدين. كاينين شقق الإخوان هنا تقريبا راه الثمن ديالهم إلا بغيتي شي حاجة مزيانة راه كتبدا تقريبا ما بين 17 حتى ل 19. هادو البرطمات العاديين، وكاينين اللي فوق المغازة كيكون الثمن ديالهم تقريبا ما بين 22 حتى ل 28 على حسب المساحه، حيت كتكون فيها المساحه زايده. المهم الشقه اللي كنهضر لكم عليها راه هي هذه السومي فيني، راه باقي غادي يضرب ليها مولاها المرطوب. من غادي يضرب ليها المرطوب وداك الشيء عاد تقدر تكمل ليه فلوس، يعني الا بغيتي تخلصو تبقى شاد له واحد شويه الفلوس بين ما كمل ليها المرطوب، هو اللي بقى ليها تقريبا. ولا موزيق في الدروج والسطح، فيها تقريبا 2 بيوتا وصالون، وفيها هاد المريحه وصغير، وفيها كوزينه كبيره نوريها لكم هي الاولى. بسم الله. الكوزينة تقريبا راه فيها 3 متر ونص ديال الطول على شي 2 متر ولا متر و80 تقريبا ديال العرض. فيها بلاصة الثلاجة، ها هي بلاصة ديال الضوء، كلشي دايز لها الخيوطة. غادي يدوز لها حتى الجعب الخاوي ديال الماء، راه غادي يدير لها بلاصة، راه مخلي لها بلاصة ديالها وبلاصة ديال ماكينة الصابون. المهم بالنسبه للخيوطه ديال الضوء راه كيدير لها بزاف ديال الخيوطه ديال الضوء احتياط، باش بغيتي دير ماكينه ديال شي حاجه، ماكينه ديال العصير ولا شي حاجه. وهذا الخيط راه ديال الالكتريك، الضوء الكتريك. الدار الاخوان راها قبليه مشمشه النهار كامل، مشمشه تبقى ضاربه فيها الشمس. وفيها واحد الميزه ان البقعه مشريه، يعني السيد شراها من عند الناس المستفيدين وبناها لراسو. كنقصد باللي راه شرا من عند المستفيدين، يعني الناس اللي كيكونوا ديال الدواوار وديال القريان، شرا من عندهم البقعه وبناها لراسو، ما داخلش فيها الدعم. ما داخلش فيها الدعم يعني كيتباعوا كاش، ماشي كيتباعوا على حساب الدعم ولا شي حاجه. وفي حاله الا بقات لك شي حاجه بسيطه يقدر يتصارف معك مولا، يعني مولا راه ميسر الحمد لله. كاين هذا البيت حتى هو فيه تقريبا 3 متر على 3 متر. كيف ما قلت لكم راه باقي غادي يضرب ليه المرطوب، يعني غادي تولي مرطبه كامله. يعني الانسان اللي غادي يبغي يصلح راه غادي يصلح من الباب ديال البارطمون والداخل. بالنسبه للشراجم راه فيها 4 شراجم كبار، يعني الدار مهويه ومضويه، ما فيهاش حس الغموله ولا شي حاجه. ديز لها الخيوطات ديال التلفازه وداكشي، ما تحتاجش تعاود تحفر من الاول ولا شي حاجه. بالنسبه للورقات راه الورقات ديالها ناضيه، الكتابه راه كتكون عند المحامي، وداك الشيء راه موثق في المحكمه. يعني الحاجه اللي كتكون موثقه في المحكمه يعني قانونيه، ماشي بحال غير في المقاطعه ولا شي حاجه. هذا البيت الاخر حتى هو تقريبا نفس المساحه، فيه تقريبا 3 متر على 3 متر وشويه، 3 متر ونص تقريبا على 3 متر. وكاين هذا الصالون بالنسبه اللي بغى يخلي هذا الحيط يخليه، اللي بغى يحيدو كتبقى راجع على حسب الاختيار ديالك. الموقع ديالها راه زويره، قريبه ليها المدارس، قريبه ليها الطاكسيات، تقريبا كتمشي 5 دقائق ولا 10 دقائق. هاد الطاكسيات اللي كيدخلوا الوسط ديال السبيت. والمريح تبارك الله، راه اللي بغى ينقص من المراح ويزيد في الصالون يقدر. وفيها الطواليت هي حاشاكم كبيره، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. راه فيها تقريبا 2 متر على متر شويه، يعني اللي بغيتي دير فيها دوش وطواليت، ولا بغيتي تزيد فيها واحد السده الفوق، بالنسبه اللي بغيتي دير فيها الباغاج ولا داكشي متيسعه. وبالنسبه اللي بغى يبدل في الصاله ولا شي حاجه راه يقدر يبدل في الصاله، ما حدو باقي ما ضربش المرطوب، يعني سهل انه يبدل في الصاله. واخا كاين بعض الناس راه كيقسموها على جوج، كيقسموا هاد البارطمون على جوج وكيكريوها، كيصلحوها ويكريوها. بالنسبه للسطح الاخوه راه كل واحد داخل ليه داك البريز ديال الضوء حتى للسطح، ما عندك من الطواليت كتحكم فيه ديال الضوء وديال الماء. راه هما كيبانوا لكم 4 الخيوطه ديال الضوء، هما الشيم 4 الخيوطه، يعني كل واحد عنده الربع ديال السطح ديالو. ومازال غادي يدخل يطلع الجعبه ديال الماء، حتى غادي يدير لها الروبيني داري تقدر تتحكم فيه. الموقع ديالها انا غادي نوريكم الموقع ديالها من السطح.
هاي المدرسة راه كاينه هنا ابتدائية وكاينه إعدادية ملاصقة معها وكاينه قريبة منها الثانوية. مدارس راهم خدامين، وكاين هاد الشارع واعر اللي من ديالها. بالنسبة للشارع راه غادي يكونوا فيه المحلات التجارية وهادشي. بالنسبة للثمن هذا حاليا راه رخيص، باقي رخيص، ما حد باقي ما دخلش الطوبيس، يعني باقي الثمن يعني همزة، راه كاين الهوتة دابا حاليا. من هنا لقدام واحد العام، عام ونص، عامين، راه غادي يطلع الثمن. راه المرة الأولى راه بداو غير ب 13 14 باش بداو البارطمات، وغادي يطلع الثمن. وما بقاوش البقاع راه كيف ما كتشوفوا. بالنسبة للناس اللي باغيين يبنيو راه ما بقاوش البقاع دابا، لا للبيع لا للبني. الناس باغيين يبنيو لشي ناس ما بقاوش لقاو، صافي تقاداو تقريبا البقاع. انا غادي نوريكم الموقع ديالها والمرافق اللي قريبه ليها. وتقريبا راه كيبنيو واحد الجرادي، صافي راه عطاو الموافقه ديالهم، راه كيبنيو في الجرادي. هاد الاراضي كامل اللي كتبان لك خاويه على اليسار كلها جرادي. هذه المدرسات تقريبا وقيل هذه الابتدائيه، واللي مقابله مع الاعداديه انا غادي نوريها لكم. وراه هذيك المدرسه راهي ثانويه، الشارع راه شنوها راه كيبنيو فيها. وهاد الاراضي اللي قلت لكم الوسط راه كلها غادي تكون جرادي، يعني غادي تكون لي بلاصه زوينه تبارك الله. هاي مدرسه مقابله مع مدرسه. بالنسبه اللي بغى ولادو يقراو هنا وداكشي، يعني راه غادي دير لهم الانتقال، راه غادي يوافقوا عليهم على نيشان ان شاء الله. وكاينه واحد دار الشباب انا غادي نوريها لكم حتى هي، والطاكسيات والسبيطار كل شيء كاين. يعني بالنسبه للمرافق يعني كيعتبر هذا احسن مشروع ديال الاستفاده في المغرب كامل تقريبا. هذا راه دار الشباب، راه تقريبا هنايا كاينين شي 5 ديال دار الشباب في هذا المشروع بوحدو. وكاينين تقريبا 6 ديال الجوامع اللي غادي يكونوا في هذا المشروع، وعاد كاينين تقريبا 4 الحمامات والفرانات الفرارن. عاد زيد غادي يكون سوق نموذجي ان شاء الله. هاي الجرد اللي قلت لكم بداو فيها، بداو كيديروا فيها النخل، وغادي يديروا فيها ان شاء الله الغازول، الكراسات، الطاكسيات هما قراب. هذاك راه السبيطار راه ولهين. يعني راه مشروع عنده مستقبل زوين ان شاء الله. وبالنسبه للثمر كيتعتبر الثمر راه رخيص بزاف مقارنه بزاف ديال المشاريع اللي كيبدا تقريبا من 23 وانت طالع. برطمه كحله نفس هذا الميتراج اللي وريتكم، ويعني وكل شيء يعني. وهذه البرطمه نسيت ما قلت لكم راه كاينه في الطابق الثالث وما فيهاش المستفيدين. يعني اللي بغى يشريها راه غادي يكونوا ناس شارين بحالك بحالهم، يعني ما فيهاش المستفيدين. وكاينه واحد السويقه انا غادي نوريها لكم، والجامع حتى هو هذا الشارع اللي كيدوز منه الطاكسي. الجامعه هو راه تماك. وكاين حق هاد الموبلات اللي غادي يكونوا ديال 260 240 متر تقريبا، راه حتى هما كاينين مخلطين في المشروع، جا وسط المشروع. يعني المشروع راه غادي وكيزدهر، والثمن غادي وكيطلع، وغادي وكتعمر الدنيا. كاين بزاف ديال الناس اللي كيستثمروا فلوسهم بهذه الطريقه. كاين اللي كيشري بارطما ولا نص مغازه ولا مغازه كامله وكيخليها حتى كتروج القضيه، ولا كيكريها، ولا كيفهمت يعود فيها البيع. داكشي كتبقى راجع عليه. الاخوان وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى من الله ييسر الامور الجميع. واللي بغى شي حاجه راه هذا هو الرقم ديالي، تواصل معايا مباشره في اتصال ولا واتساب. السلام عليكم.